في فيديو النهارده هنتعلم مع بعض خطوه بخطوه ازاي نعمل اوترو احترافيه، وكمان هعرفك ايه الخطوات اللي لازم تراعيها وانت بتعمل الاوترو بتاعتك، وكمان مش محتاج يكون عندك اي خلفيه واي مهارات. كل اللي انا محتاجه منك ان انت تركز معايا وتصحصح وتشوف الفيديو للاخر عشان في اخر الفيديو تكون قادر تعمل اوترو زي دي. كل اللي هنعمله ده مجانا ومن غير ما تدفع ولا جنيه، بدون ما مقدمات كتير. يلا بينا نبدا الشرح على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر شاهين. ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا نصلي سيدنا محمد وصحصح بقى وتروق معايا كده عشان فيديو النهارده دسم ومليء بالمعلومات الكويسه. متحمس نبدا مع بعض. الموقع اللي هنشتغل عليه النهارده هو موقع كانفا، وده بناء على التصويت اللي انا عملته على الكوميونتي عندي او المنتدى وانتوا اخترتوه. متحمس جدا نبدا الفيديو. يلا بينا بقى على جهاز الكمبيوتر علشان نشوف هنعمل الاوترو دي ازاي. اول حاجه هتعملها ان انت تفتح المتصفح بتاعك بشكل عادي كده وتكتب فوق هنا canva.com لو انت عايز تخش على طول، او ممكن تروح جاي من جوجل بقى عادي جدا كده كاتب كانفا بالعربي او بالانجليزي بالطريقه اللي انت تحبها. يعني لو دخلنا هنا على جوجل كده مثلا وكتبنا كانفا بالعربي كده زي ما انتم شايفين كده هيظهر لك بالمنظر ده. تختار اول نتيجه زي ما انتم شايفين كده، هيقول لك اول نتيجه اداه تصميم مجانيه للعروض. طبعا الموقع الميزه فيه انه بيدعم اللغه العربيه تماما، وهتفتح الواجهه هتلاقي كله باللغه العربيه. اما لو فتحت الواجهه لقيتها باللغه الانجليزيه زي دي ما تقلقش، لان انا عارف ان انت هتسالني ازاي يا عم عمر احولها بقى للغه العربيه، وفين يا عم عمر اللغه العربيه اللي انت بتقول عليها. عارفك ومستنيك وهجاوب. اول حاجه تعملها ان انت تروح هنا من فوق كده من عند العلامه بتاعتك. طبعا لو انت بتفتح الموقع اول مره هيطلب منك التسجيل بالجيميل بتاعك او باي ايميل عندك، لكن لما تسجل وتدخل على الموقع بالطريقه دي كده هتدوس بس هنا على الصوره بتاعتك من فوق وتخش على اكونت سيتنج من هنا كده. هيفتح لك الاعدادات بتاعه الاكونت بتاعك. هتنزل تحت شويه كده، شايف لانجوج اللي مكتوب عليها انجلش دي، هتنزل لتحت من هنا كده وتختار او تبحث عن اللغه العربيه. تفضل تنزل كده لحد ما تلاقي هنا في عربي الامارات وعربي السعوديه وعربي مصر. شوف انت الدوله بتاعتك ايه واختار عربي على اللغه اللي تناسبك. هتلاقي الموقع اول ما تضغط عليه تحول للغه العربيه بشكل كامل. هتضغط بقى على اللوجو بتاع كانفا عشان يرجعك لاول الموقع. في حاله ان انت اول مره تفتح الموقع خليني اخد لك كده في جوله سريعه عن الموقع بيقدمه لك. طبعا الموقع فيه حاجات مجانيه بشكل كبير ودي هنشتغل عليها، وفي حاجات بتبقى مدفوعه بيبقى مرسوم عليها علامه التاج، فما تدخلهاش لان هيقول لك ادفع فلوس ومش هيخليك تحمل التصميم الا لما تدفع فلوس او تشيل العنصر ده، او لو انت داخل على تصميم كامل بشكل مدفوع فمش هتقدر تشتغل عليه ولا تقدر تحمله. فاحنا من هنا كده بيبدا يقول لك فوق في تصاميم ليك زي مستند وسبوره ومنشور انستجرام وقصه وشويه تصاميم تانية، ودي تصاميمك الاخيره بس. فبتبدا تدور كده في الحاجات اللي انت عايزها. لو انت عايز تدور من هنا زي مثلا هنا ايه اليوتيوب والصوره المصغره وبانر ومقطع فيديو، فممكن تختار من هنا مقطع فيديو وتدخل تشوف الاوترو. لكن احنا مثلا عايزين نبحث احنا بنفسنا، فهتكتب هنا بالعربي خالص كده زي ما انت شايف كده شاشه نهايه يوتيوب بس بالمنظر ده. فهيدخلك ويفتح لك قوالب زي ما انت شايف كده، جايب لك هنا قوالب شاشه نهايه يوتيوب. هيبدا يديك مجموعه من القوالب زي ما انا قلت لك بقى. لو شفت الرمز ده كده يبقى هي مدفوعه فمش هتعرف تستخدمها، اما لو هي ما عليهاش اي حاجه زي دي كده تقدر تستخدمها. فوليكن مثلا احنا نبص على اي قالب انت مثلا عايزه، وليكن مثلا القالب ده او القالب ده او القالب ده، اي قالب بقى يعني يعجبك انت تقدر تشتغل عليه. تمام. ممكن لو انت برضو في فكره تانية، لو انت القالب مدفوع بالشكل ده مثلا ممكن تضغط عليه هيدي لك برضو بعض الاقتراحات التانية، منها المدفوع ومنها المجاني، اقتراحات مشابهه للتصميم ده. فهتنزل مثلا كده تحت شويه تشوف مثلا التصميم ده والله انا شايفه ان هو كويس جدا وبشكل مجاني، برضو التصميم ده انا شايفه ان هو كويس جدا وبشكل مجاني. فبتبدا تشوف تصاميم شبه اللي مدفوعه وتختارها بشكل مجاني، ودي كده يبقى احنا عملنا تحايل على الموقع. فمثلا هختار انا الشكل ده كده وابدا ادخل اعدل عليه. اول ما هتفتحه هيبدا برضو يديك المزيد زي القالب ده. فلو انت عجبك حاجه تانية ممكن بقى تعمل اكتر من واحد، وممكن تكتفي بده وخلاص وتقول له ايه تخصيص هذا القالب وتخش عليه بالمنظر ده كده. طيب انا دلوقتي قعدت ادور لحد ما وصلت مثلا للشكل ده، يعني انا برضو اخترت من الحاجات اللي موجوده بشكل مجاني لحد ما وصلت للشكل ده. طيب نبدا بقى نعدل على الكلام ده ازاي. هعرفك كل حاجه خطوه بخطوه، فما تقلقش من الحاجات اللي موجوده دي لان الحاجات دي سهله وبسيطه. اول حاجه تحت زي ما انتم شايفين كده هنضغط عليه هنا، ده الليرز بتاعتك زي اي برنامج مونتاج، الصوت والصوره. طبعا انا هحذف اول حاجه، نحذف الصوت اللي موجود عشان لو هو مخالف لليوتيوب او لو انا مش عايزه، لكن انا هعمل له حذف من هنا او ممكن اضغط عليه واتك ديليت على طول. طيب ايه يا عم عمر بس الصفحه دي كلها انا مش فاهم منها اي حاجه؟ اقول لك ما تقلقش، كعادتنا احنا كل حاجه توجهنا دايما للمبتدئين، فهفهمك كل اي حاجه موجوده هنا. اول حاجه موجوده فوق لو انت عايز ترجع للصفحه الرئيسيه، هنا لو انت عايز تغير الحجم بتاع التصميم. طبعا انتوا عارفين ان التصميم احنا دلوقتي عاملينه 1080 في 1920 بكسل، ده الفيديو الفول اتش دي او الفيديو كويس جدا الجوده كويس. انت عايز تكبر الجوده شويه او تقللها شويه تمام. عايز تغيره بقى يناسب اي حاجه زي مثلا هنا يناسب منشور فيسبوك او يناسب منشور انستجرام، او لو انت عايز تحوله لشورت فتقدر تحوله. بص هو جايب لك كل حاجه انت ممكن تتخيلها تقدر تحولها. بعد كده تقول له النسخ او تغيير الحجم، يعني ممكن يعمل لك منها نسخه ثانيه ويغير لك حجمها او يغير لك الحجم في التصميم اللي انت فيه. فمالناش دعوه دلوقتي. لازم تعرف برضو زي ما انت شايف كده عامل لك علامه التاج عليها فوق، فدي بتكون في الحاجات المدفوعه، فاحنا مش
تستخدمها هنا الا لو انت بقى معاك بادجت او انت قدرت توصل بطريقه ما ان انت تقدر تاخد النسخه المدفوعه من الموقع. بعد كده ده الاسم بتاعها، لو انت عايز تغير الاسم بتاع المكان دي مثلا تخليه اوترو فقط، يعني تكتب كده اوترو بس وخلاص. ده لو عايز يعني تغير اسم البروجكت اللي انت شغال عليه، مثلا هنخليه اوترو عمر مثلا. تمام. اللي بعد كده ده ان انت لو عايز تشغل الفيديو بتاعك، ومن هنا الوقت بتاع الفيديو 6 ثواني، وهعلمك دلوقتي ان انت تغيره ازاي. وهنا ارسال الى معلم او مشاركه. سيبك بقى من ارسال الى معلم دي، لو انت يعني في تيم ومعاك في انستراكتور معاك وتقدر من هنا ترسلها له. هنا بقى بص حاجه جميله جدا، هنا نسخ الرابط. لو انت مثلا عايز اي شخص لديه الرابط دي ممكن تبعتها لزميلك او لحد معاك وتقول له ايه والله عدل لي على التصميم ده، او خد عدل عليه وخد، فتقدر تتشاركوا مع اي حد. في بعد كده من هنا زي ما انتم شايفين كده تنزيل، وفي من هنا المشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي لو انت عايز تشاركه، وفي بقى المزيد من هنا لو انت عايز برضه تعمل حاجات زي اجتماعيه زي انستجرام وتيك توك والكلام ده كله. ولكن احنا هنفضل هنا. سيبك بقى من المربع ده كله لان ده هنجيله اخر حاجه. ايه بقى الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده التصاميم. تقدر تضيف تصاميم تانية، تقدر تحط اي تصاميم موجوده تانية. يعني مثلا ممكن تضيف صفحه تانية من هنا من الفيديو من تحت كده وتختار عليها التصميم ده فيحطوه لك هنا بالمنظر ده. يبقى انت كده بقى عندك فيديوهين بتصميمين لو انت عايز تعمل اكتر من فيديو. لكن لو انت مش عايزه هتقف عليه بس كده وتتك ديليت هيشيلوا لك زي ما انت شايف كده. طيب هنا لو انا مش عايز التصميم ده وغيرت رايي وعايز خلاص اشتغل على التصميم ده، هتضغط عليه بس هينزل لك مكان ده. طيب لو انا مش عايز او عايز ارجع للتصميم القديم، شايف من فوق دي هنا كده هتعمل كنترول زد او تتك عليها يرجع لك التصميم القديم. اي خطوه تعملها، مثلا انا جيت بالغلط حذفت دي، فعندك اختيارين، يا تتك كنترول زد يا تيجي من هنا تتك رجوع. فانا مثلا هحذفها تاني. طب عشان احذفها تاني من غير ما تتك دي هرجع بقى ايه اللي هي ريدو اللي فوق من هنا. طيب انا عايزها ترجع تاني هتك هنا، ودي كده دي الحته اللي فوق. طيب الحاجه الثانيه تبقى دي بقى مهمه جدا جدا، دي هنا هي الاكل العيش بتاعك، دي اللي بتقدر تحط فيها اللي انت عايزه كله. دي بقى فيها قوالب جرافيك، فيها ملصقات، فيها موسيقى، فيها اطارات، وهنفهم مع بعض يعني ايه اطارات بعد كده بعد شويه. فيها مجموعه اشكال وايموشنات، وفيها الموسيقى زي ما قلت لك، وفيها ان انت تقدر تجيب فيديوهات وحاجات كتيره جدا 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 زي ما انت شايف كده. فدي راس مالك، دي لو انت الكرياتيفيتي بتاعتك اطلقتها هتعرف تاخد من هنا حاجات وحاجات مميزه جدا زي النيون مثلا، الحاجات اللي تقدر تحطها وراك. وهنبقى ناخد بعض العناصر يعني على سبيل المثال وليس الحصر، وانت زي ما بقول لك اطلق العنان لفكرك هتقدر توصل لحاجات. التحميلات التحميلات دي بقى دي لو انت عندك عناصر على الكمبيوتر بتاعك وعايز تضيفها للتصميم، بيقسمها لك صور وفيديوهات وصوتيات زي ما انت شايف من هنا كده. فتقدر تيجي من هنا كده تقول له تحميل الملفات، هيدخلك على سطح الكمبيوتر بتاعك تقدر تحمل الملفات اللي انت عايز. طيب التبع اللي بعد كده اللي هي النصوص، تقدر هنا تضيف بقى اي عنوان انت عايزه. شايف الاشكال اللي موجوده للفونت بتاعتك وتقدر تغيرها وتقدر، وفي منها برده المجاني والمدفوع فلازم تخلي بالك من الكلام ده كله. الرسم لو انت عايز ترسم حاجه بايدك، شايف هو مديك هنا مثلا قلم، انواع اقلام زي ده كده. انا عايز مثلا اعمل سهم انا بنفسي زي ما انتم شايفين كده. طب مش عايزه كنترول زد، عايز اعمل انا سهم تاني هنا بالقلم ده. طيب مش عايزه كنترول زد، وهكذا. تقدر تعمل حاجات كتيره وتقدر تغير اللون بتاعه من هنا كده. شايف عندك الوان كتيره جدا، ولو مش عاجبك الالوان دي هتقدر تضغط هنا هيفتح لك عدد لا نهائي من الالوان، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. تمام. نيجي مثلا اللون ده نختار بقى انا عايزه مثلا يكون السمك بتاعه زي ما انت شايف عريض، تمام، والشفافيه بتاعته اللي هو الوضوح بتاعه. فانا ممكن اخلي الشفافيه بتاعته حاجه بسيطه كده زي ما انت شايفين مش باين، وممكن اخلي الشفافيه بتاعته زي ما انت شايفين من هنا كده اكبر حاجه ممكنه زي ما انت شايف كده. ممكن برضو اقعد اكبر اكتر من 36، يعني الكبر بتاعه او العرض بتاعه ممكن مثلا اخليه ايه مثلا 100 او 471. شايف هيعملوا ازاي؟ فانت ممكن تتحكم زي ما انت عايز. انا بقى هفضل كنترول زد، انا مش عايز ارسم حاجه مثلا، عايز اسيب التصميم زي ما هو. اخر حاجه المشروعات دي، المشروعات القديمه بتاعتك لو عايز تاخد حاجه من مشروع او تحطه، والتطبيقات دي في الاخر بقى زي ما انت شايف كده تحويل النصوص لصور والكلام ده كله. بس الكلام ده بيبقى فيه منه كتير مدفوع فمالناش دعوه. خلينا دلوقتي في المشروع بتاعنا ونيجي نروح عند العناصر. طيب احنا زي ما اتعودنا والتوجه في فيديوهاتنا، اول حاجه بتكون لو انت عايز حاجه سريعه جدا ومش عايز تقعد تعدل كتير، فان انت بتضغط على هنا ان انت بقى نشوف عايز تعدل الالوان مثلا وتعدل الكتابه، فبتضغط 2 كليك على الكتابه وبنقول هنا مثلا ايه شكرا على المشاهده. لو احنا نكتب بالعربي شكرا على المشاهده، احنا زي ما قلنا في الاول هنعدل بس على الكتابه ونعدل الالوان ونصدر على كده. الجزء الثاني بقى من الفيديو للادفانسد شويه، اللي عايز بقى يخش اكتر، اللي عايز يضيف حاجات متقدمه اكتر، اللي عايز يظبط حاله. عشان اخليك زي ما بقول لك انا متحمس عشان اخليك تعمل اوترو في الاخر، يعني زي ما بقول لك كده اللي يشوفها يقول لا الراجل ده احترافي جدا او الراجل ده شغله مظبوط. تمام. فمثلا هنظبط شكرا على المشاهده كده، هنكبرها شويه عشان تبقى في سطر واحد. شايف من هنا كده ممكن تصغرها وممكن تكبرها. تمام. وممكن من فوق لو انت مش عايز من هنا، لو وقفت عليها تاني من هنا كده هيفتح لك شايف فوق بقى الاعدادات بتاعتها كلها، تقدر تغير اللون بتاعها، وليكن هنخليه مؤقتا دلوقتي باللون الاصفر مثلا. تمام. ونقدر نصغرها من هنا كده زي ما انا قلت لك مثلا نخليها 70، او بقى انت اقعد كبر وصغر من هنا زي ما انت شايف كده، اقعد كبر وصغر من هنا فما يهمكش. عندك
الطريقتين. تمام، تقدر هنا تعمل لها محاذاه للنص او للجنب او للجنب الشمال او زي ما انت عايز بقى، زي ما انت شايف كده. تقدر تحط لها نقطه او تشيل كانك في الوورد عادي جدا، او ما تحط لهاش حاجه خالص. وتقدر تزود المسافات، بص، بين الكلمه وبين السطور، يعني مثلا بين الحرف كده تقدر تزودها وممكن تقللها خالص كده وممكن تزودها، ولو عندك سطور تقدر تزود المسافه بتاعتك. تمام، وهنا بتكتب من اليمين للشمال، بتقول له انه عربي فمن اليمين للشمال او من الشمال لليمين. التاثيرات، خلينا بقى دلوقتي نبص على التاثيرات بتاعتنا كده. تقدر بقى تحط لها نيون كده لو انت عايزها تنور، فخلينا احنا بالنيون بتاعها. تقدر تقول له الكثافه زود شويه او قلل شويه زي ما انت شايف كده. تمام، لو انت عايز تضيف له خلفيه، ولو انت عايز تخليها بالمنظر ده كده، ولكن ما يفضلش طبعا في العربي. بس هنجيبها بقى احنا هنا مثلا في النص كده. شكرا على المشاهده، نخليها هنا كده بالمنظر ده. تمام، ونغير لها الفونت بتاعها. انت بقى عايز اي فونت عربي مثلا، هتكتب فوق عربي كده بالمنظر ده او عربي. شايف انا هكتب عربي مثلا هنا كده، هيبدا يجيب لك جميع الخطوط العربيه اللي انت تتخيل. فانزل واختار عدد لا نهائي من الخطوط، مثلا ده عجبك حطه، ده عجبك حطه. فانت زي ما بقول لك شايف يعني اختار في اللي يناسبك انت. انا هخليها مثلا محاذاه على اليمين دلوقتي. شوف بقى، وممكن دلوقتي زي ما بقول لك بص بقى المسافه بين السطور دلوقتي لو انت عايز تزودها شويه اهي، شايف. ولكن اختار يعني الفونت اللي يكون مريحك انت، ولو انت عندك هويه في الفونتات للقناه اختار الفونت اللي انت بتشتغل بيه دايما. فانا هختار دلوقتي اي فونت مثلا وليكن هو ده، وهجيبهم بس كده بالمنظر ده، هخليهم في سطر واحد واصغرها شويه. تمام، واسيبها هنا كده بالمنظر ده. شكرا على المشاهده. بس ده لو انا عايز اعمل حاجه سريعه جدا. طيب هنا بقى ممكن اعمل ايه؟ ممكن اكتب المعرف بتاعي مثلا عمر شاهين 10، وتختار اي فونت انت عايزه. هو طبعا كتبها بالعربي فاحنا هنغيرها نخليها ايه بالانجليزي، عمر شاهين. طيب دلوقتي انت هتقول لي يا عم عمر، طيب الموضوع زي ما انا شايف كده مش شايف، عايز اقرب. شايف من تحت من هنا كده من العلامه دي تقدر تزوم زي ما انت شايف كده، تقدر تزوم ان وتزوم اوت، او تقدر بالماوس كنترول وتتك على السكرول بتاعت الماوس فيكبرها لك. فتقدر دلوقتي انت بقى ايه، تيجي من هنا كده وتشيل دي مثلا، مش عايزينها الشكل ده، احنا مش عايزينه خالص مثلا، احنا عايزين نضيفها كده. فهنيجي هنا اهو تخليها بالمنظر ده على سطر واحد، وتروح برضو تختار لها الخط بتاعها. مثلا انا بحب الخط ده في اللغه الانجليزيه اسمه كين ويف مثلا، فهجيبه يعني كين ويف مثلا بالمنظر ده كده. هروح اختار الفونت ده، هلاقي الفونت معمول بالمنظر ده. تمام، بس كده انا اخترت مثلا الفونت ده. هبدا برضو اروح اغير الشكل بتاعه زي ما انت شايف في انماط للنصوص زي ما انت شايف كده، لكن انا عايز مثلا من هنا اصغره شويه او اغير اللون بتاعه، فاروح مثلا اغير اللون بتاعه بالمنظر ده كده. بس كده انا غيرت الفونت ده وظبطت الدنيا بكنترول، وارجع تاني لحد ما اظهر على التصميم. طيب يا عم عمر، انا اخترت اللون الاصفر، عايز اكمل التصميم على كده. ممكن ننزل بقى بشكرا على المشاهده دي تحت شويه زي ما انتم شايفين كده. لو انت ضغطت على حاجه ممكن منها دوبليكيت يعني تكرار، تقدر تكررها تاني وتكتب بقى النص اللي انت عايزه او تشيلها. تمام، وممكن تنزل بشكرا على المشاهده لتحت كده وتكون مثلا بموازاه الكلمه او قدها. شوف بقى انت يعني زي ما بقول لك دي موجوده ليك انت. طب يا عم عمر انا عايز اعدل على الوان التصميم اخليها باللون اللي انا عايزه، فزي ما بقول لك اي حاجه انت تقدر هنا تعدلها. هتقف عليها بالمنظر ده كده وتخش على اللون. عندك الوان مليانيه وعندك الوان تدرجيه، مثلا انا بحب التدرج ده فهختاره، وهكذا اقف على الثاني برده وهختاره. ممكن من هنا بقى شايف من تحت كده ممكن تقول له تغيير الكل، فيغير لك كل اللي في التصميم للتدرج ده. شايف غير لك التصميم كله مره واحده. اما لو انت عايز تغير كل حاجه على حده وليكن هنا هتقف مثلا على الابيض ده مش عاجبك، عايز تخليه اي لون تاني، مثلا خلينا احمر اهو او اي لون بقى انت عايزه، او اصفر من هنا كده بالمنظر ده. فزي ما بقول لك الموضوع مفتوح معاك بكل حاجه. في حاجات بقى زي الجرافيك دي انت مش هتقدر تغيرها فخلاص بنسيبها زي ما هي، لكن تقدر من فوق يعني نشوف بقى الاوبشن اللي فوق عندك. ممكن من هنا كده شايف ده الشفافيه، ممكن تخليها اخف شويه، ممكن تخليها اكبر حاجه، ممكن تعمل لها انعكاس. يعني لو انت عندك واحد منعكس تعمل انعكاس افقي او انعكاس راسي. بص الانعكاس العمودي بقى هيخليها عامله ازاي، هيخليها تلف الناحيه الثانيه خالص. طيب دلوقتي يا عم عمر انا كده خلصت، ممكن بقى اروح جاي من هنا تحميل وزي الفل. لكن في حاجه كمان محتاج نعملها مع بعض، ان احنا نضيف موسيقى، وان احنا نخش بقى في الادفانسد بتاعنا، ان احنا ازاي نظبط الدنيا بتاعتنا، وازاي نضيف حركات، وازاي نضيف حاجات ثانيه ونظبط الدنيا على كده. طيب اعملها ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه هتروح للتحميلات بتاعتك من هنا كده. تمام، وتحمل الموسيقى اللي انت تكون محملها من استوديو اليوتيوب او من اي موقع موثوق تاني عشان ما يجيلكش حقوق طبع ونشر. فانا مثلا هختار الموسيقى بتاعتي، اي موسيقى ايا كانت، واروح جاي مثلا اعمل لها كده ضغط عليها كليك واحده فهتضاف بالمنظر ده، وهو هيقصها لك على قد الفيديو. خلاص على كده انا كده خلصت. تمام، طيب انا بقى عايز بص تزامن النغمه. ممكن تعمل تزامن للنغمه بتاعتك المزامنه الان، ولكن المزامنه دي بقى يعني بتكون مدفوعه، فخلاص احنا هنسيبها زي ما هو خد بس الجزء وقصه على قد الفيديو. بقى الوقت بتاعه نزوده ازاي؟ شايف من هنا كده التوقيت انا بزود اهو، بيزودوا لي هو مثلا دلوقتي خلاه 11 ثانيه. طيب نشوف مع بعض كده النتيجه اللي وصلنا لها. طيب هو كويس بس مش حيوي. تمام، اول حاجه بس هنحتاج نزق الموسيقى الاول الفيديو كده بالمنظر ده عشان تشتغل مع بدايه الفيديو، لكن انا شايفه مش حيوي. طيب يا عم عمر انا اخليه حيوي ازاي؟ شايف من هنا كده فوق دي اضافه حركه، فهتيجي من هنا كده وتقف بس على التصميم، هيجيب لك حركات كتيره جدا تقدر تعملها. شايفين الجمال؟ شايفين في بسيط وفي ناعم، في مضحكه، في مؤسسه، يعني في كل بقى الديسكو مثلا،
يعني بص عندك اشكال كتيره، في انبثاق زي ما انت شايف كده، في بيز لاين، في انحراف، في المسح، وفي ظهور بطيء، في عندك حاجات كتيره جدا، في دوران وفي نيون. تمام، احنا مثلا ايه نختار يعني، شوف بقى انت اللي يناسبك انت واللي يناسب ذوقك ايه. تمام، وفي سكوت هوائي زي ما انت شايف كده، في نيون دي جميله جدا ممكن تاخدها، وفي بيز لاين، وفي برضو الحاجه الحفله زي ما انت شايف كده انا ممكن اختارها. طيب ايه اضافه حركه بقى؟ دي كلاهما او عند الخروج او عند الادخال. عند الخروج يعني هو في اخر الفيديو خارج، عند الادخال لو هو لسه في اول الفيديو داخل. كلاهما يبقى عند الخروج وعند الدخول، فانا هختار دايما كلاهما. نشوف بقى كده اللي وصلنا له مع بعض. زي الفل وعظيم جدا. انا كده شايف ان احنا النتيجه كويسه جدا كبدايه او حاجه سريعه احنا عملناها مع بعض. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز اخد الموضوع لخطوات اكتر يا عم عمر اعمل ايه؟ هخش بقى على صفحه التحميلات عندي دي مثلا كده، تمام، وهخش على الصور. ممكن اضيف اللوجو بتاعي بالمنظر ده كده، تمام، واصغره هنا كده بالمنظر ده، واحطه هنا مثلا، او احطه هنا، او احطه في اي حته بقى. فادي حاجه من الحاجات الكبيره. طبعا لو انت عايز تقصه او تاخد جزء منه تقدر تعمل من هنا كده، لو عايز تكبره او تصغره من هنا. تمام، فاحنا مثلا هنصغره خالص 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 ونحطه جنب عمر شاهين 10 لان احنا مش عايزين نحطه دلوقتي هنا خالص. تمام، ممكن نحطه هنا بالمنظر ده، وزي ما بقول لك ممكن تروح بالكنترول وتصغر خالص وتحط هنا كده. تمام، عايزين حاجه صغيره زي ما بقول. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ نخش بقى على العناصر بتاعتنا ونكتب هنا مثلا، نبحث عن يوتيوب او لايك او سبسكرايب، لكن خلينا نكتب مثلا من هنا يوتيوب بالعربي او بالانجليزي، يعني شوف انت اللي يناسبك ايه. انا مثلا بنوع بين الكتابات عشان لو حد هنا وهنا. في تصاميم جرافيك دي اللي عايزك تخش عليها، اضغط عليها كده هيبدا يدخلك زي ما انت شايف كده في هنا لايك. تمام، وممكن ناخد السبسكرايب اللي تحتها او الشير من تحتها من هنا كده. طيب انا عايز اعملهم شبه بعض او يكونوا نفس المقاس، فهجيب دي من هنا كده اهي واصغرها، اشوف مقاسها المناسب. مثلا انا عايز احطها هنا كده لايك وسبسكرايب. تمام، فهجيب السبسكرايب، شايف السطور البامبي اللي بتظهر دي، اول ما يبقوا تحت بعض او اول ما تبقى تحت اللايك التاني زي ما جاب لك كده، تبدا تشد لحد ما الخط التاني يتوازن معاها اهي، فكده تضمن ان الاتنين قد بعض. فتجيبها بقى جنبها هنا كده بالمنظر ده، وكده نبقى عملنا مثلا لايك وسبسكرايب. ممكن كمان تعمل له شير، تجيبها بقى في النص كده بالظبط وتبقى على نفس الخط زي ما انت شايف كده، الخط البامبي اللي في الجنب اللي ظاهر بالعمود ده كده. كده انت قلت له لايك وسبسكرايب، يبقى كده عملنا حاجه تانية نقدر نعملها. ممكن تضيف السيمبل بتاع اليوتيوب نفسه، وفي ميزه كمان لو وقفت على اي واحده فيهم تقدر تغير زي ما انت شايف كده اللون بتاعها. يعني لو انت مش عاجبك اللون الاحمر ده ممكن تختار مثلا اللون الاصفر، تمام، ومعاه بدل اللون الابيض اللون الاسود. فيبقى انت كده عملت نسبت حاجه شبه التصميم شويه، وليكن هنا مثلا اللون الاسود وهنا اللون الاصفر برضو اللي هو ده. يبقى احنا كده عملنا مشينا مع التصميم. وممكن تختار اللون البرتقاني، يعني اللون اللي هو انسب للتصميم شويه اللي هو اللون ده او اللون ده، لان التصميم بين التدرجين دول. تمام، وهكذا. بس انا كده ايه خلصت الدنيا دي وظبطت زي ما انت شايف كده نفس التدرج بتاع الحاجات اللي موجوده. ممكن دي لو انا عايز اصغرها انها تكون نفس البتاع زي ما انت شايف كده الخط اللي فوق، لو انا حطهم بقى بالجنب مش بالعرض ويبقوا هنا يعتبروا نفس الحجم او السمك بتاع بعض. طيب انا عايز بقى احط حاجه تانية، عايز احط صوره انا عم عمر مثلا في التصميم. لو عايز تحطها برضو هتجيبها كده PNG، تمام، وتعمل لها ريموف على موقع ريموف باك جراوند اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، او زي ما بقول لك روح ابحث عنه. لو عايز تاخد حته بس منها ممكن تعمل كده. لو عايز تعمل لها انعكاس، يعني لو انت عايز تغير الزاويه بتاعتها تبقى كده بتعمل لها. تمام، مش عايزها خالص هتضغط عليها ديليت، وانا ما بفضلش مثلا اضيفها هنا. تمام، فهتعمل عليها ديليت. عايز بقى تضيف اي نص تاني يعني مثلا واتش مور، وتروح جاي عامل له على هنا كده واتش مور، فهتختار مثلا هنا اضافه عنوان، او تختار اي تصميم انت عاجبك من هنا وتتك عليه وتقدر تغير. يعني مثلا خلينا نختار صباح الخير اللي هو كان هنا ده كده، هينزله لك هو ده هنا، دي جمل على بعضها. تمام، فهتتك عليها مثلا وتشيل دي كده خالص انت مش عايزها، تتك عليها يعني على دي ديليت كده مثلا من هنا، وتتك على القلب ده ديليت لو انت عايزه سيبه. لكن ممكن تقول له من هنا ايه شاهد بالعربي بقى شاهد المزيد. تمام، تقول له شاهد المزيد او شاهد اكثر مثلا اي حاجه يعني شاهد وتروح جاي انت بس واخدها كده وحاططها هنا كده بدل اللايك والسبسكرايب مثلا. تجيب الاثنين دول بص سلكت كده عليهم وتحركهم، شايف دي ممكن تحركهم هنا او ممكن تضغط عليهم وتحركهم. نفس الكلام لو عايز تضغط دوران ممكن تيجي هنا حد تعمل هنا كده او تقف عليهم ويظهر لك علامه الدوران من فوق هنا وتقدر تدوره. فخلينا دلوقتي ناخد اللايك والسبسكرايب نحطهم مثلا تحت هنا كده، وهنا شاهد اكثر عن العلامه بتاعت الموجوده دي. طيب ممكن نقدر نضيف ايه تاني يا عم عمر؟ طيب نغير بس اللون بتاعها نخليه مثلا وليكن باللون نفس اللون ده كده. نقدر نضيف هنا تاني، نقدر نضيف بقى زي ما انت شايف كده من العناصر. هتلاقي العناصر الاساسيه بتاعتك ترجع لورا، تعمل غلط بس من هنا كده هتلاقي هو مرشح لك بعض العناصر. تقدر تضيف
زي ما انت شايف الدايره اللي هنحط فيها العلامه بتاعه القناه بتاعتنا عشان لما يجي تضغط عليها المشتركين وتعمل سبسكرايب، فدي هنخليها في النص كده ونجيبها هنا كده بالمنظر ده، عشان لما تيجي انت تحط بقى شاشه النهايه بتاعه اليوتيوب بتاعتك اللي هنتعلم بعد كده في الخطوات متقدمه ان شاء الله في فيديوهات بعد كده ازاي اقدر احطها على الفيديو بتاعي. فهنحطها هنا بالمنظر ده، ممكن تكبرها او تصغرها او تسيبها زي ما هي. طيب ممكن احط ايه تاني يا عم عمر؟ الفريمز. زي ما بقول لك المجال مفتوح، يعني الاطارات دي لو جيت كده على الاطارات وعرض الكل، في حاجه مهمه جدا هقدر اقول لك عليها. شايف شاشه الكمبيوتر دي او شاشه الموبايل، ممكن تحطها كده بالمنظر ده هنا كده، وتروح جاي مصغرها كده شويه وسايبها هنا كده منظر، وتحط فيها اي صوره انت عايزها، اي صوره انت عايزها هتروح جاي ساحبها كده وحاططها جوه المنظر بالمنظر ده كده، يعني جوه بالمنظر ده كده. هتروح جاي بس انت ضاغط عليها 2 كليك عشان تقدر تعدل الصوره بتاعتك وتخش وتقول له تم من هنا. طيب انت دلوقتي عايز تغير الالوان بتاعه الموبايل مثلا، ممكن تغيرها من بره من هنا كده زي ما انت شايف، اي لون زي ما انت شايف كده. عملنا خلفيه، تقدر تغير لون الاسود اللي بره ده وتخليه مثلا اصفر زي ما انت شايف كده لون الموبايل نفسه، وليكن انا مثلا هخليه هنا باللون الاصفر الفاقع شويه ده. فتقدر تغير وتعمل تصاميم زي ما انت عايز قول لحد ما انت عايز. زي ما بقول لك يعني الموضوع مفتوح معاك. فزي ما بقول لك هو الموضوع مش ماشي بشكل صغير. ممكن انت كمان تستغل حاجه مهمه جدا كنا اتكلمنا عليها في الفيديو قبل اللي فات، وهي ان انت تقدر من هنا مثلا تعمل جمله جذابه، او تقدر تولد صوره انت بنفسك مش موجوده عند حد قبل كده. يعني مثلا ممكن تكتب هنا بينج ايمج كرييتور مثلا من هنا كده، بينج ايمج كرييتور مثلا، وتخش على ايمج كرييتور من هنا كده، اول نتيجه هتظهر لك. طبعا تكون عامل اكونت وتقدر تكتب اللي انت عايزه. طبعا الموقع زي ما قلنا بيتكلم انجليزي بس، لكن ممكن تقدر تستخدم ترجمه جوجل. ممكن تقول له يوتيوب روبوت مثلا، يوتيوب روبوت او تيشيرت اي حاجه، يعني في يوتيوب وفي روبوت انسان آلي ومكتوب عليه مثلا يوتيوب. حتى لو مش مكتوب عليه يوتيوب احنا نقدر نكتب احنا بعد كده عليه يوتيوب، فهيبدا هو زي ما انتم شايفين كده يفكر شويه ويبدا يكريت لك الصوره. زي ما انتم شايفين كده عمل لنا روبوت جميل مثلا عليه علامه اليوتيوب، فدي صوره خاصه بيك انت. تقدر بقى تروح تاخدها على موقع ريموف باك جراوند، وخلينا مع بعض نقدر نشوف دلوقتي بتتعمل ازاي. هتك عليها بس كليك يمين واعمل لها سيف زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، واسيفها عندي على الكمبيوتر. فانا سيفتها في الداونلودز. هاجي هنا بقى كده ايه بي جي ريموفر، هكتب بس بي جي ريموفر زي ما انتم شايفين كده هيظهر لك اول نتيجه فوق. هتخش على ابلود ايمج من هنا كده، وبعد كده تقول له ابلود ايمج من هنا كده بالمنظر ده، وتروح جاي انت عند الداونلودز تروح بقى للمكان اللي انت حافظها فيه زي ما انتم شايفين كده. انا حافظها هنا مثلا، وتروح بقى على المكان اللي انت حافظها فيه زي ما انتم شايفين كده. انا حافظها هنا مثلا، وتقول له يعني في ثواني الموقع هيروح جاي شايل لك الخلفيه بتاعتها زي ما انت شايف كده. تقدر بقى دلوقتي تقول له داونلود عاديه. داونلود الاتش دي طبعا بفلوس، فاحنا هنقول له داونلود عاديه، لكن خلينا نجرب الاتش دي. بيقول لك انت عايز 1 كريدت، فخلينا في داونلود بس كده هيحملها لك. تقدر انت تخش على الموقع وتجيبها من الداونلودز او تعمل لها سحب وقفلات، او ممكن تعملها من التحميلات. انا عامل لها سحب وقفلات مثلا من هنا كده. فكده انت ضفت الروبوت للتصميم بتاعك. ممكن تصغره جدا جدا كده وتحطه مثلا هنا بالمنظر ده. انا بس يعني بديك بعض الافكار، لكن انت راعي بقى ان التصميم يكون بسيط. فلو التصميم بسيط هشيل دي وهشيل دي وهشيل بعض الحاجات، لكن انا بس بعلمك عشان افتح لك افاق جديده. وبكده نكون نشوف النتيجه النهائيه اللي وصلنا لها. هتلاحظ ان كل التصميم، لان انا عملت كل التصميم مهما ضفت حاجات بتتحرك مع التصميم قبل وقف، فكده كل حاجه اتحركت معايا مع بعض. ولكن مثلا انا عشان احمل التصميم هشيل منه دي وهشيل منه بعض الحاجات التانية اللي مش مهمه زي اللوجو مثلا كده، وهصغره بالمنظر ده هنا الموبايل، وممكن احطه الناحيه التانية هنا كده بالمنظر ده مثلا يعني بس كده. وعشان تحفظ التصميم بتاعك بعد ما خلصته هتيجي بس من فوق من هنا كده على مشاركه، وبعد كده تنزل على تنزيل. تمام، دي فيديو بتنسيق MP4 ده المقترح، وهو فعلا مقترح صح. لو عايز تقلل الجودة شوية، عايز تزود الجودة بس أزيد من كده زي ما انت شايف هيبقى مدفوع. يعني لو جيت تزود كده هيبقى مدفوع ال 4K، لكن احنا خلينا في الفيديو ال 1080 كويس جدا. ولو 720 كمان احنا راضيين، لأن الكلام ده بشكل مجاني بدون علامة مائية. هتعمل له بس تنزيل. وطبعا انتوا شفتوا الفيديو ده في أول الفيديو خالص. طيب هل الأوترو مهمة؟ جدا الأوترو مهمة، ولازم تعرف كمان تستغلها عشان تجيب مشاهدات ليك. ولكن في حاجة تانية برضو مهمة لازم تراعيها، وهي الانترو بتاعت القناة. الفيديو ده هيعلمك ازاي تعمل انترو احترافية مجانا وبأقل الإمكانيات. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه. استناكم ان شاء الله. سلام.